هشام. ضربات الترجيح التي عشناها من اسبوعين في نهائي الكان تعود اليوم. نعم، هناك تمثال لطلعت حرب، وهناك اخر لسعد زغلول، وهناك الاسود الاثنين او الزوز السيوده في الكوبري، وهناك عماد متعب في قلعه النادي بالجزيره. كره لهدف اول من ضربه جزاء ترجيحيه امامنا شريف كرامي. معنويا الاهلي فوق، معنويا الاهلي خير، ولكن لننتظر. يمشي بالكره دلهوب ويحطها 1-0. مهمه جدا الكره الاولى اللي سجلها دلهوب، معنويا يخلي الوفاق على الاقل ينسى السيناريو القاسي نتاع هدف في دقيقه 94. مره اخرى عماد متعب في ظرف شهرين، ومره اخرى النادي الاهلي في ظرف 10 سنين. تقريبا السيناريو هذا يتكرر 5-6 مرات. فما حظ، ولكن فما فريق ايضا يؤمن بحظوظه لاخر دقيقه. الان ننساو المباراه، الان كاس تلعب، الان جمهور الاهلي نسى فرحه عماد متعب، يريد ان يفرح بالخواتيم. كره بين مؤمن زكريا وسفيان خضيريه، كرة عن طريق مؤمن زكريا من 11 متر، كرة 1-1 ولا تبقى 1-0. يتقدم اللاعب الشاب للنادي الاهلي مؤمن زكريا، هذه المرة 12 في تاريخ الكؤوس الافريقية. الاهلي يمشي ركلة ترجيح، ربح 7 مرات وخسروا 4. يمشي بالكرة مؤمن يحطها، هدف للنادي الاهلي، هدف للنادي الاهلي، هدف. سجل هدف الاول دلهوم، سجل هدف التعادل مؤمن زكريا، ولكن هذا الحارس سفيان خضيريه شكله عنده ما يقول في حراسه المرمى. مباراة مثيرة جدا، كتبت علينا الإثارة في الكرة الإفريقية في آخر الدقائق وآخر اللحظات. ويمشي فريد ملولي، فريد ملولي شريف كرامي. سوبر 2005 2006 حسمهم عصام الحضري، 2015 شريف كرامي عنده دور كبير. ملولي القائد الان في كرة سجل الهدف الثاني. 2 لونتونت 1 النادي الاهلي. فما قوة شخصية وكاريزما فريق لحد الان. من اول تسديدتين شاطوا مليح. لا ادري ان كان شريف في ركلات الترجيح بنفس قوة خضيرية نحسوا غول، نحسوا وحش. هو ابو شريف كرامي كان يلقب بالوحش. سنرى وننتظر، لكن يلزمها صبر ايوب، وهو اللقب الذي ايضا اقترن باحد كبار الكره المصريه شوبير. الان الكره الثانيه لفريق النادي الاهلي، مهمه جدا. الكرة الثانية هي كل كرة مهمة، لذلك لا نكرر. ودائما في ضربات الترجيح تقريبا الثالثة هي المنعرج، واحد يضيع والاخر يشوط. سنرى ونتابع. الان الثاني حط له، نعم 2-2 باحلى فنيات من عبد الله السعيد. على اليمين، خضيريه عامل بحيره على اليسار، والكره في قلب المرمى وفي لغه الشباك وبلغه وارقام ضربات الترجيح. 2 من هنا و2 من هناك. 2-2 ويمشي بنياتو اللي جاب كره الهدف. وانا قلت في الثالثه منعرج، ممكن السوبر كوب، منعرج السوبر في 2015. يكذبونني أم سيسجلان الاثنان الأهلاوي والسطيفي. نبدأ حكاية لونتونت، نبدأ وفاق الجزائر عن طريق بنياتو وشريف، بنياتو وكرامي. بنياتو حتى جول، يا ولد. بنياتو بكل الثبات، نبات في نبات. بكرة أولادك يصبحون رجال ويتكلمون عن أهدافك يا بنياتو. ممتازة جدا، فما روح، فما كاريزما وشخصية متاع فريق. نذكركم 88 في النصف النهائي لكأس الأبطال، وفاق ستيف تأهل على الأهلي بركلات الترجيح بعد 27 سنة. الرهان وكاس، هذه المرة كاس السوبر. هل يفعل الوفاق بعثماني جديد هو الحارس خضيرية، أم سينجح متعب في تعديل الكفة من جديد وتأثيث مشهد الإثارة للخواتيم للكرات القادمة للضربات المقبلة؟ يمشي متعب، يتقدم عمدة، حتى عماد متعب. خضيرية تبعها، ولكن متعب بخبرة السنين يواصل اتعاب وإرهاق القلوب العاشقة للوفاق. 3 وفاق ستيف، 3 النادي الأهلي، 3. يلزم حقيقة خبرة وشخصية كبيرة بالنسبة للاعب عماد متعب. تسجل في دقيقة 94 بعد ترجع تنفذ ضربة جزاء. برافو عماد. الكرة من داغولو، أحد الوافدين
داغولو على اليمين يدعون بهدف، وعلى اليسار يتمنون في صدة العمر يا كرامي. إكرامي بوه يقول له تلوح من هنا، امشي لها من هنا، ومشي لها أول كورة ولكن لم يصدها يا كرامي الكبير. إكرامي الوالد لم يكرم ابنك شريف في هذه الكورة، ولكن لم القايم. أول كورة تبعها شريف، أول كورة يمشي لها شريف، وداغولو حتى أرضية زاحفة قوية جدا، تظهر لك سهلة، تظهر لك سهلة، تمد يديك تقول له، ولكن صدقونني هي صعبة وصعبة جدا. 4-3 يا سعد يا سمير، يا سعد الدين يا سمير. 4 للنادي الجزائري، 3 الوفاق ستيف. تركيز كبير من خضيرية، تركيز كبير من سفيان خضيرية. تمشي الكرة، دعوات الملايين، روح الملايين. يا المخرج اعطيني ضربة جزاء، ربي معاه المناصر الصيفي، اعطيني كرة اللايف. الجمهور ينتظر وانا اريد ان اعلق. والكرة الرابعة المنعرجة ام تأكيد، هل ثبات ام ابتعاد، هل اقتراب ام ذياع؟ يمشي وحتى برافو يا سعد، سعد يحيى سعد. 4 من النادي الاهلي، 4 من النادي الاهلي. الإثارة تتواصل، الإثارة تتواصل يا ماما افريكا. السوبر للمرة الخامسة بركلات الترجيح، والمرة الثالثة من ال5 الاهلي فيهم طرف بالعميري يولي بالعمري لمعلق ينتظر بلغة وصفة حياد. فما بالك الجمهور، الله يعين الصيفية ولا يكون في عون الاهلاويه. يمشي وحتى 5 وخميس حاضر محمد يغيب ابليس. مشات الكرة على اليسار في قلب المرمى، بالقلب يا الوفاق. 5-4. الكرة العاشرة، ركلة أخيرة أم للقصة تواصل وللحكاية تواصل؟ تريزيجيه هو يتبختر، وانا كان يطيح ريتم الكلام، الديبي متاع الكلام. ماذا انت فاعل يا ولد؟ هذا المشجع يتأمل، ماذا وجدت؟ يمشي حتى تريزيجيه بكل الصعوبات، ولكن كرة في الجول. 5-5. اصعب ضربة جزاء هذه الاخرى على تريزيجيه، لانه كان في فوهة البركان، يضيع اللقب. لازم قوة شخصية تريزيجيه، حتى الحارس يتبعها. نعم خضيرية في رايي افضل فنيا ممكن في ضربات الترجيح من شريف، ولكن هي كرة برا، كرة على القائم. جمهور الاهلي يتمنى، جمهور الاهلي ينتظر كوجاك يصبح اهلاوي ويعشق النادي الاهلي. والكرة تتواصل في الركلة السادسة يا شريف، الركلة السادسة يا شريف. يمشي 13 عميري، الاخر بالعميري، هذا عميري ويعمر دارك يا عميري. 6 ستيف، 5 النادي الاهلي. وصلنا 5-5 ولا 6-6؟ 6-5 الوفاق ستيف. تبع معايا فماش جرافيك نتاع متابعه وشكون يشوت. نهائي سوبر افريقيا يا عزيزي في 2015 في عهد الهاشدي. تمشي الكرة في السوبر كاف رقم 24. باسم علي، تجرح وتداوي ولا تجرح؟ تمشي كرة في ركلة السادسة للنادي الاهلي. يمشي باسم علي، لونتون بطل افريقيا للسوبر. لونتون دو سيتيف، الوفاق الصيفي، نسور الهضاب حققت اللقب باكثر اثاره. الله على القدر والاقدار. نعم، لم تشأ الكرة ان تجعل من زيايا هو بطل السوبر. ارادت الكرة واراد التاريخ يا حمار رئيس الوفاق امامكم، اراد التاريخ ان ينصف خضيرية في مطر الخير وسط الامطار، ان يجعل اللقب للوفاق عن طريق حارس مرماه في صد وفرات بركلة جزاء، وليس بحيازة هدف من زيايا. تغير الاسماء وتعامل التاريخ، وبدأت الموسيقى هنا في مصطفى شاكر. اليوفي العربي يتألق من جديد، انصار الكحلة والبيضة، ملعب النار والانتصار، يفوزون بكاس السوبر 6-5. هو يجرح وعاود يجرح، ولكن الاهلي يخسر بطولة ولكن يعوضها ب10. هذه هي قوة النادي الاهلي.
اللي خسر اول فينال افريقي في 6 بطولات. عادي جدا حتى طيروا العين، حتى بعدوا العين. وخضيريه يا كبير تحلى في العين، تملى العين. بارادك شيء كبير. 6-5 لوفاق ستيف. كامبيوني كامبيوني كامبيون. لونتونت الوفاق ستايفي. نسور الهضاب، نسر اكحل وعاتي على الابيض.